أهلا بيكم ومساء الخير على كل متابعيني اللي مشرفيني ومنوريني في قناتي. الحكاية اللي معانا النهاردة لازم أحكيها لكم عشان كلنا ناخد عبرة وعظة، وما نعملش زي صاحبة القصة اللي معانا النهاردة، لأن في الأول أو في الآخر إحنا كلنا بنغلط، ومحدش طبعا معصوم من الغلط. بس المهم إن إحنا نقدر نصلح الغلط وما نكرروش تاني. الحكاية اللي أنا هحكيها لكم النهاردة حكاية غريبة شوية، نقدر نقول عليها كده من صاحب الحكاية اللي معانا النهاردة بيحكي وبيقول لي: أنا اسمي أيمن وعندي 23 سنة، بشتغل في ورشة نجارة كبيرة وصنايعي ممتاز جدا، وكمان يوميتي كويسة وكبيرة. عاوزة أقول لكم إن أنا حبيت بنت كانت بتشتغل في السنترال اللي قدام مني جنب المحل بتاعي. وقتها حبيتها واتعلقت بيها قوي، وحبيت إن أنا أقول لأهلي. رحت وحكيت لهم عليها، ورحت جبت أهلي عشان نتقدم واخطبها. وطبعا لما اتقدمت ورحت انا واهلي، اهلها وافقوا عليا على طول، لاني معروف اني محترم باخلاقي وسمعتي وسط الناس. وفعلا اتخطبنا، وكنا كتير قوي بنقعد مع بعض في السنترال لوحدنا بعد ما بخلص شغلي وبقفل. كنا بنمشي مع بعض وبنخرج مع بعض، وكنت لما بخلص شغلي وهي كمان تخلص شغلها انا كنت بروح بيتها على طول. بس معرفش ايه اللي خلاني اعمل معاها علاقة. احنا في الاول علاقتنا في البداية كانت مجرد احضان مش اكتر من كده. لكن في اليوم المشؤوم ده انا عاوزة اقول لكم ان انا غلطت معاها، وعملت معاها وقتها علاقة كاملة. وبعد ما خلصنا وشفت المنظر بعيني، اللي انا عملته فيها، وقتها حصلت لي رهبة فظيعة من المنظر اللي انا شفته. وقتها بعد ما خلصت قلت لها: ما تخافيش، انا معاكي ومش هسيبك. وطبعا انا وعدتها بكده، وانا جسمي بيترعش من المنظر اللي انا شايفه واللي انا عملته بايدي. لكن طبعا ما عدتش فترة كبيرة الا وحصلت ما بيننا مشاكل كتير قوي، وبقيت عندي عادي، مفيش الحب واللهفة بتوع زمان. اول مرة شفتها وحبيتها فيها كان زي ما تقولوا كده بقينا بنتلكك لبعض على اطفال الاسباب. معرفش ايه اللي خلى الحب بيني وبينها يقل بالمنظر ده ومبقاش زي الاول. خصوصا ان كل واحد من قرايبها، وخصوصا ان هي كان ليها واحد من قرايبها هي على علاقة بيهم، والواحد ده انا ما برتاحلوش من الاساس، ولا بينزل لي اصلا من زور ولا ببلعه. بس الشخص ده حصلت بينا مشاكل اكتر من مرة. من كتر المشاكل دي جه وقت علينا ما بقيناش مستحملين كلمة من بعض، وبقت كل مشاكلنا بسبب الشخص ده. لدرجة اني رحت له لحد عنده، قلت له يا ريت ما تتصلش بيها تاني. وفي يوم واحنا قاعدين مع بعض التليفون رن، وطبعا كان ظاهر الرقم اللي بيتصل، وهي طبعا ما رضيتش ترد. قلت لها: ما رديتيش ليه على اللي بيتصل؟ قالت لي: اصل انا لو رديت انت هتزعل. انا اليوم ده رحت لاهلها وكلمتهم وقلت لهم على الشخص ده، بس شايف ان اهلها واخدين الموضوع ده عادي جدا، وقالوا لي ده راجل كويس ومحترم. بصراحة الكلام ده خلاني ارجع لخطيبتي واقول لها اني خلاص جبت اخري، لازم نتجوز بسرعة يا اما مش هكمل في الخطوبة دي. خصوصا ان كان في واحد من قرايبها هي على علاقة بيهم، والواحد ده انا اصلا ما برتاحلوش من الاساس، ولا بينزل لي كده من زور ولا ببلعه. بس الشخص ده حصلت ما بيننا مشاكل اكتر من مرة، ومن كتر المشاكل جه وقتها علينا وقت ما بقيناش مستحملين كلمة من بعض، وبقت كل مشاكلنا بسبب الشخص ده. لدرجة اني رحت له لحد عنده، قلت له يا ريت ما تتصلش بيها تاني. وفي يوم واحنا قاعدين مع بعض التليفون رن، وكان طبعا ظاهر الرقم اللي بيتصل، وهي طبعا ما رضيتش ترد. قلت لها: ما رديتيش ليه على اللي بيتصل؟ قالت له: اصلا انا لو رديت انت هتزعل. انا اليوم ده رحت لاهلها وكلمتهم وقلت لهم على الشخص ده، بس شايف ان اهلها واخدين الموضوع عادي جدا، وقالوا لي ده راجل كويس ومحترم. بصراحة الكلام